هل دور الأب إن هو يصنع فلوس لعياله ولا هو يصنع لهم ذكريات بعد ما يموت يفتكروها؟ سؤال جدلي. الفلوس بتروح وتيجي، بس الذكريات اللي انت بتصنعها في عقل ابنك ما اظنش ان هي بتروح وتيجي. فممكن يعني بنسافر وبنشتغل بره مثلا او بنتعب او عشان نوفر لهم مستوى مادي معين، بس في الاخر بنلاقي نفسنا خسرنا اولادنا، بنلاقيهم ان هم ما يعرفوناش، مجرد بنكنوت او مكنة فلوس مكنة. فالموضوع وحاليا كمان في زماننا صعب، يعني احنا اهالينا الله يرحمهم جميعا عرفوا يصنعوا لنا ذكريات، وعرفوا ان هم يدونا كتير من وقتهم. دلوقتي الاب حتى وانت قاعد في البيت بتبقى ماسك الموبايل اكتر ما انت باصص لابنك او بتحاول تصنع له ذكريات. حتى ابنك او بنتك او كده بيبقوا ماسكين الموبايل برضه وبيصنعوا لنفسهم عالم افتراضي منفصل. فتخيل انت بعد ما تموت فابنك مش هيبقى فاكرك يعني مش فاكر لك ذكرى مثلا تعملها له او حاجه انت جبتها له. هو طول الوقت وانتوا قاعدين مع بعض، وانتوا خارجين، وانتوا في مطعم، وانتوا اي حاجه، هو ماسك الموبايل وانت ماسك الموبايل. فهيصنع ايه الذكريات اللي هتصنعها له او هو يصنعها لك غير الموبايل اللي هو ماسكه؟ موضوع صعب. يعني احنا بنواجه برضو ثقافة وظروف اجتماعية والأولاد فعلا بقوا متعلقين بالموبايل، وهو بالنسبة لهم انت لو خدت منهم الفرحة والحياة. فالموضوع بالغ الصعوبة. فازاي بقى تحكم، يعني ازاي تصنع لأسرتك ذكريات حلوة وتخليهم يسيبوا الموبايل؟ ده السؤال اللي ملهوش إجابة أو شديد الصعوبة يعني. فممكن تقولوا لنا في الكومنتات، يعني انتوا شايفين ايه دور الأب، الفلوس ولا اللي هو يصنع لأولاده ذكريات؟